مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. غادر صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى الرياض بحفظ الله ورعايته في الساعة 6:30 من مساء السبت 20/8/1402 للهجرة، متوجها إلى الطائف. وكان في معية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار رجال الديوان الملكي. وقد كان في وداع جلالته في المطار عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع غفير من المواطنين. في الساعة 8:15 من مساء اليوم نفسه وصل جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى بحفظ الله ورعايته إلى مطار الحوية. وقد كان في استقبال جلالته بالمطار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. حفظ الله جلالته في حله وترحاله. انتقل إلى رحمة الله تعالى جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى الذي وافاه الأجل المحتوم إثر نوبة قلبية، وقد أصدر الديوان الملكي البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الديوان الملكي. ببالغ الأسى والحزن ينعي الديوان الملكي باسم صاحب السمو الملكي ولي العهد وكافة أفراد الأسرة ونيابة عن الأمة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حيث وافاه الأجل المحتوم على إثر نوبة قلبية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد أعلنت اليوم مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ملكا للمملكة العربية السعودية خلفا للمغفور له جلالة الملك خالد بن عبد العزيز، كما عين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وليا للعهد. فقد أصدر الديوان الملكي البيان التالي الصادر في هذا الشأن: لقد قام أفراد الأسرة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بمبايعة ولي العهد الأمير فهد بن عبد العزيز ملكا على البلاد. وبعد إتمام البيعة أعلن صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ترشيح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وليا للعهد، وقد أجمع أفراد الأسرة على ذلك وقاموا بمبايعة سموه. وقد تقرر أن يقوم المواطنون بالبيعة لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز في قصر الحكم بالرياض صباح غد الاثنين إن شاء الله. هذا وقد وصل جلالة الملك فهد بن عبد العزيز بحفظ الله ورعايته إلى الرياض في الساعة 3 من بعد ظهر اليوم الأحد قادما من الطائف، ليكون في استقبال الفقيد المغفور له جلالة الملك خالد بن عبد العزيز.
وكان في استقبال جلالة الملك فهد بن عبد العزيز بمطار الرياض صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبد الرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبد العزيز الذين بايعوا جلالته ملكا على البلاد. وقد وصل إلى الرياض بمعية جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نائب بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل. وقد وجه جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفدى الكلمة المؤثرة التالية: الحمد لله الباقي الذي لا يفنى، والصلاة والسلام على رسوله الذي ما ترك هذه الدنيا إلا بعد أن أكمل رسالته. وبعد ففي هذه اللحظات القاسية التي نودع فيها ملكنا الراحل خالد بن عبد العزيز بعد أن اختاره الله إلى جواره، فترك قلوب هذه الأمة مليئة بالأسى والحزن، أتوجه إلى كل فرد من أفراد الشعب العربي السعودي الوفي بالعزاء في فقيده الغالي. فقد كان الملك خالد رحمه الله أبا وأخا لنا جميعا، منحنا الحب والإخلاص والتفرغ لخدمتنا والاهتمام بشؤوننا، وقدم الكثير للعرب والمسلمين مبتغيا من ذلك وجه الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته. ومحبتنا للفقيد توجب علينا أن نواصل مسيرته ونسعى لتحقيق آماله وإكمال خطته، متمسكين بكتاب الله
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نبتغي إلا رفعة شأن العرب والمسلمين وتحقيق الازدهار لهذا الوطن الكريم. وإذا هذه المصيبة التي أصابت قلوب المسلمين عامة وهذه الأمة خاصة، ليس لنا إلا الصبر على قضاء الله والاحتساب والتوجه إلى الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكن فسيح جناته. ونقول ما أمر الله به عند وقوع المصيبة: حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي عصر هذا اليوم وصلت الطائرة المقلة لجثمان المغفور له جلالة الملك الراحل خالد بن عبد العزيز يرحمه الله، ويرافق الجثمان صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني. الطائرة المقلة لجثمان جلالة المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز يرحمه الله، وقد رافق الجثمان حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ويصل جثمان فقيد الجميع جلالة المغفور له الملك خالد يرحمه الله محمولا على الأعناق، حيث يتجه بعد قليل الجثمان إلى المسجد الجامع للصلاة عليه. يرحم الله خالد بن عبد العزيز، لقد ولدت بطلا وعشت بطلا ومت بطلا. يرحمك الله بقدر ما أفنيت عمرك من أجل أمتك الإسلامية خدمة للإسلام والمسلمين. يرحمك الله بقدر ما أديت الأمانة. يرحمك الله تمضي إلى جوار ربك راضيا مرضيا بحول الله إلى جنات الخلد. تمضي عليك شآبيب من الرب. يرحمك الله والقلوب هنا كلها تحزن كيف لا والعين تدمع. يرحمك الله يا خالد. وها أنت تمضي إلى جنات الخلد بعد أن أديت الأمانة وبعد أن أكملت الرسالة وبعد أن أفنيت عمرك خدمة للإسلام والمسلمين. لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اللهم لك الأمر من قبل ومن بعد. رضينا بحكمك وقضائك. ندعوك يا ذا
الجلال والإكرام أن تجملنا بالصبر والسلوان، ونطلع إليك يا الله أن تصبغ على عبدك المؤمن الصادق خالد بن عبد العزيز رحمتك الواسعة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم القلوب تبكي والعيون تدمع، وإنا لفراقك يا خالد لمحزونون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نؤمن بأن الموت حق، وأن كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لقد كنت يا خالد رمزا للصفاء والنقاء، كنت رمزا للطيبة والوفاء، رحلت من هذه الدنيا الفانية إلى دار الخلود والبقاء، ليجزيك الله عما قدمت وعملت لدينك ولأبناء وطنك وأمتك خير الجزاء. ترحل عنا يا خالد بروحك وجسمك، ولكن أعمالك القيمة وصفاتك الحميدة ستظل فينا عنوانا لمسيرة قدتها بأمانة وإخلاص، وكنا من ورائك نستلهم بتوجيهاتك الطريق السديد. اليوم يا خالد ترحل عنا وقلوبنا باكية عليك وضارعة إلى المولى جلت قدرته أن يسبغ عليك رحمته الواسعة، وأن يسكنك فسيح جناته. لقد قدمت الكثير لأبناء وطنك وأمتك، وكان شغلك الشاغل دائما أن ينهض هذا الوطن ويحقق ما يرجوه من تقدم وتطور وازدهار، وتحققت أحلامك وآمالك. وكان شغلك الشاغل أن تجتمع كلمة العرب والمسلمين ويتوحد صفهم ليكونوا قوة في وجه أعدائهم. ولكن رحلت يا خالد وقلوب العرب والمسلمين ممزقة، وزاد تمزيقها اليوم فراقك. لقد كنت دائما تدعو إلى وحدة الصف وإلى جمع الكلمة بعد أن تفرقت كلمتنا وتبعثرت صفوفنا، وكأني بك لم تحتمل ولم يحتمل قلبك الكبير، قلبك
قلبك الرقيق لم يحتمل ما آل إليه مصير إخوانك الفلسطينيين واللبنانيين نتيجة الغارات الوحشية والاعتداء الآثم على العزل منهم، على النساء والأطفال والشيوخ. لم يحتمل قلبك الرقيق، لم يحتمل قلبك الطيب هذا المصير الذي آل إليه حال إخوانك العرب والمسلمين. فدعوت يا خالد كثيرا، وانشغلت كثيرا، وعملت كثيرا، ووجهت النداءات كثيرا كي تلتحم الأسرة العربية والأسرة الإسلامية صفا واحدا وبنيانا واحدا وجسدا واحدا لتحقق ما تتطلع إليه روحك الطيبة، روحك الطاهرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد ناديت منذ زمن كل العرب والمسلمين أن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفهم، وناديتهم في مؤتمر عظيم، في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد بجوار بيت الله، بجوار الكعبة المشرفة. واجتمع إخوانك زعماء العالم العربي والإسلامي، اجتمعوا في موقف عظيم وفي مكان عظيم، اجتمعوا في بيت الله الحرام ليتفقوا على هدف واحد، هو نصرة قضية العرب والمسلمين، قضية فلسطين التي كانت دائما في بالك، والتي كانت دائما تشغل أفكارك، لا تغيب عن بالك لحظة واحدة. كل همك أن تعود فلسطين لأهلها، وأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. هذه كانت آمالك يا خالد، وإن لم تتحقق في حياتك فنحن إن شاء الله بما عودتنا عليه من حب للعمل لا للقول سنستلهم توجيهاتك وإرشاداتك ونسير على نهجك لنحقق ما كنت تتطلع إليه، إنه سميع مجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم أيها الإخوة، اليوم مع الديوان الملكي المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز، مع الديوان الملكي رجل العرب والمسلمين إلى أبنائه وإخوانه العرب والمسلمين والذين صعقهم النبأ. فقد كان خالد بن عبد العزيز يحتل مكانا مرموقا بين قلوب أبناء أمته ووطنه. كان محبوبا من الجميع، كان محبوبا في الداخل وكان محبوبا في الخارج. كان يحب الخير للجميع، كان يحب الخير لأبناء أمته بنفس القدر الذي كان يحبه فيه لأبناء وطنه. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء
هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم الزعماء الذين لا تحصرهم ولا تحدهم مساحات إقليمية، بل يتوزع حبهم للخير في كل أرجاء الدنيا. ولئن كان رحيلك اليوم يا خالد يشكل مصابا أليما في نفوسنا، فإننا ندعو للمولى جلت قدرته أن يسبغ عليك رحمته الواسعة وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يجعل في إخوانك من أعضاء الأسرة الكريمة وفي المقدمة أخوك الذي بايعته الأسرة بعدك مليكا على البلاد، جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، والذي رشح أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز وليا لعهده. إن لنا بهم أملا كبيرا، وإن لنا بهم ثقة عظيمة بأن يسيروا جميعا وفق النهج الذي رسم لهذه البلاد، والذي وضعه أساسا المغفور له جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وحيث سار أبناؤه من بعده على نفس الطريق وعلى نفس النهج القويم. أيها الإخوة الأعزاء، يا أبناء أمتي ووطني، يا أبناء المملكة العربية السعودية، ويا إخوتنا في العالمين العربي والإسلامي، هذا اليوم الذي تشاركون فيه الحزن على فقيدكم، على فقيد الجميع، خالد بن عبد العزيز. هذا اليوم الذي أصبحنا معه في غم وكآبة لرحيل خالد بن عبد العزيز من بيننا. فلطالما التقينا به في مناسبات خيرة كثيرة جرت على أرض هذا الوطن، ورعاها بأبوته وحنوه. كان يحرص أن يشارك أبناءه وإخوانه كل مناسبات الخير في وطنهم، ولكننا اليوم ودعناك ونودعك من هذه العاجلة إلى الآجلة. تركتنا يا خالد في الدار الفانية، وارتحلت أنت إلى دار البقاء والخلود. ومن أعماق القلوب لا نملك إلا أن نضرع إلى المولى القدير أن يكرم نزلك، وأن يرحمك برحمته الواسعة، وأن يجزيك عما قدمت وما عملت لإعلاء دين الله ولنصرة قضايا العرب والمسلمين، أن يجزيك خير الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا هو حال الدنيا. كلنا نؤمن بأن الموت حق، وبأن كل نفس ذائقة الموت. الموت حق، فلا راد لإرادة الله ولا راد لحكمه وقضائه. اللهم إنا نؤمن بقضائك وقدرك، ونستلهم منك الصبر والسلوان. فكن اللهم خير معين لنا على تجملنا بالصبر، وخذ بأيدينا من بعده للسير على نفس الطريق السليم الذي سرنا عليه. وأمامنا مشوار طويل طويل. وإخوانك يا خالد سيكونون إن شاء الله على نفس القدر من الثقة والكفاءة والمقدرة إن شاء الله ليواصلوا المسيرة وليحققوا الأهداف التي بدأتها والتي سنصل إليها جميعا بحول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد لحظات أيها الإخوة سيصل خالد بن عبد العزيز، ولكن ليس ككل مرة كنا ننتظره. المناسبات التي كان يرعاها سيصل هذه المرة مختلفا عن كل المرات. لن يأتي واقفا بقامته المجيدة وبقلبه الطيب النابض، سيأتي اليوم محمولا على الأعناق أيتها الدنيا الفانية، يودعك اليوم خالد بن عبد العزيز وينتقل إلى الرفيق الأعلى لملاقاة رب العزة والجلال، ولينال الجزاء الطيب الخير على كل ما قدم وعمل من أجل دينه ومن أجل وطنه ومن أجل أمته. نعم أيها الإخوة، من منا لا يعرف أو يدرك كيف كان خالد بن عبد العزيز يحرص أشد الحرص على متابعة كل القضايا التي تهم العرب والمسلمين. كان خالد بن عبد العزيز لا يرتاح ولا يهدأ له بال وهو يرى الحال الذي وصلت إليه أمتنا العربية والإسلامية. كان خالد بن عبد العزيز يشعر بآلام أمته، كان دائما يعمل بكل جد وبكل تضحية بأن يستتب الأمن والسلام بين الشقيقتين المسلمتين العراق وإيران، وأن لا تضيع هدرا دماء المسلمين. كان يريد أن توجه هذه
الطاقات لمحاربة أعداء الله، أعداء الإنسانية، لمحاربة العدو الصهيوني الغاشم الذي استباح حرماتنا ومقدساتنا وعاث فيها كل فساد. هذه كانت نظرة خالد بن عبد العزيز، أن يلتقي المسلمون في كل مكان على المحبة والمودة والصفاء، وأن يتعاونوا جميعا على درء الخطر عنهم، خطر عدوهم الغاشم. كانت دعوته دائما وأبدا إلى نبذ الخلافات بين العرب والمسلمين، ولم يغب صدى ذلك النداء الخير الذي صدر قبل أيام من جلالته رحمه الله، عندما طلب من أجهزة الإعلام في الدول العربية والإسلامية أن تكف عن المناورات وأن تكف عن السباب والشتائم الموجهة لبعضهم البعض. كان يدعوهم إلى المصالحة، كان يدعوهم إلى التآخي والمودة. وما كان يجري فوق أرض لبنان كان يشغل وقته كله. فوجه النداءات إلى كل المسؤولين في هذا العالم الواسع، وأرسل إخوانه أصحاب السمو الملكي الأمراء إلى العديد من الدول ليلتقوا مع زعمائها وليعملوا على وضع حد لهذه الاعتداءات الوحشية التي تمارسها إسرائيل على الرعايا المدنيين من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني. واليوم أيها الإخوة، اليوم وقلوبنا تتجه إلى المولى جلت قدرته أن يتولى خالد بن عبد العزيز عبده المؤمن الصادق برحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته. فإننا في الوقت نفسه ندرع إليه عز وجل أن يعيننا على تكملة المسيرة من بعده، أن يعيننا على تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إلى تحقيقها خالد بن عبد العزيز رحمه الله. أيها الإخوة، إنه ليس لنا وحدنا ذلك المصاب، وإنما نجد إخوة لنا أعزاء حضروا ليشاركوا في عزائنا وليشاركوا في تشييع جثمان خالد بن عبد العزيز إلى مثواه الأخير. جاءنا الأشقاء من الكويت، من البحرين، من قطر، من الإمارات العربية المتحدة، جاءوا ليكونوا معنا في وداع خالد بن عبد العزيز الوداع الأخير. نعم أيها الإخوة، فنحن في السراء والضراء إخوة متحابون، جيران أوفياء، وإخوة أحباء.
الجامع الكبير بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، التي بدت حزينة اليوم بفقدها واحدا من أبنائها الأوفياء، وهو الجامع الكبير يمتلئ بجموع المصلين الذين جاءوا من كل مكان من أطراف هذه المملكة ومن الدول العربية الشقيقة، جاءوا من كل مكان ليودعوا حبيبهم وزعيمهم الراحل خالد بن عبد العزيز، ليودعوه الوداع الأخير. والجميع هنا يتجه بالدعاء الصادق إلى المولى القدير يتغمد سبحانه وتعالى خالد بن عبد العزيز برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته. ها هم أخوة خالد وأبناء خالد جاءوا من كل مكان ليودعوه الوداع الأخير، وليضرعوا إلى المولى جلت قدرته أن يسبغ عليه رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب. بالأمس أيها الإخوة كان خالد بن عبد العزيز ينتقل من عاصمة ملكه، عاصمة بلاده الرياض، إلى المقر الصيفي إلى الطائف، ولكن إرادة الله حصلت، ولا راد لإرادته ومشيئته جلت قدرته. اليوم أيها الإخوة كلنا يشعر بالحزن لما أصابنا برحيل خالد بن عبد العزيز، ولكننا إن شاء الله سنظل أقوياء بصفات خالد، سنظل أقوياء بأعمال خالد، سنظل أحباء بذكرى خالد. كلنا أيها الإخوة نشعر بالحزن، نشعر بالأسى لفراق الحبيب، نعم الحبيب، حبيب الجميع خالد بن عبد العزيز. لقد كان خالد بن عبد العزيز أبا لكل فرد من أبناء هذا الكيان الكبير، وكان أخا لكل فرد من أبناء هذا الكيان العظيم. كان خالد
ليشعروا بشعور المواطنين، ليشعروا بفرحهم وسعادتهم. يبادلهم حبا بحب، ويبادلونه وفاء بوفاء. ارتحل القلب الرقيق، ارتحل القلب الكبير، ارتحل إلى دار الخلود والبقاء. هذا القلب الذي وسع حبه كل المواطنين وكل الأشقاء، وسعهم بحلمه وبسعته وبحكمته وبعد نظره. وكما كان ولي أمرنا الآن فهد بن عبد العزيز، كما كان مخلصا ومحبا وغيورا على كل مقدسات الإسلام والمسلمين، وغيورا ومخلصا لكل قضايا العرب والمسلمين، فهي في نفسه متأصلة وصفة في داخل أعماقه موجودة منذ الصغر. وسيظل فهد بن عبد العزيز رافعا راية البناء والتعمير. سيظل فهد بن عبد العزيز بعد خلفه الصالح سيظل خلفا صالحا، وسيعمل بكل جده وجهده لتحقيق ما نتطلع إليه ولتحقيق ما تصبو إليه أمة العرب والمسلمين. وكما كان فهد بن عبد العزيز سندا بعد الله وعضدا لأخيه خالد بن عبد العزيز، فسيظل إن شاء الله عبد الله بن عبد العزيز سندا بعد الله وعضدا لأخيه فهد بن عبد العزيز، وليتحمل الجميع المسؤولية الكبرى في السير قدما إلى الأمام لتحقيق الخير لهذا الوطن ولتحقيق النصر لأمة الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة المشاهدون، ها هم أبناء خالد وها هم أشقاء خالد، ملأوا جنبات هذا المسجد الجامع الكبير، جاءوا من كل مكان ليلقوا النظرة الأخيرة عليه وليودعوه الوداع الأخير وليضرعوا إلى المولى جلت قدرته أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه جنات الفردوس. جاءوا من كل مكان ليودعوا خالد بن عبد العزيز، فهم أوفياء
حياته ومماته. نعم يا خالد، كما كنا أوفياء لك في حياتك وأثناء وجودك بيننا، فسنظل أوفياء لمبادئك، وسنظل أوفياء لذكراك، وسنظل مخلصين لما رسمته لنا، نسير على نهجه ونحقق الخير الذي كنت دائما تسعى لتحقيقه على ثرى أرضك الطيبة، بل ولكل أراضي العرب والمسلمين. هذه الرياض، هذه العاصمة التي كانت سعيدة بوجود خالد، هي اليوم حزينة بفراقه. هذه هي الرياض التي طالما التقى خالد بن عبد العزيز مع أبنائها منحهم حبه الكبير، منحهم أبوته الصادقة. هي اليوم تودعه إلى مثواه الأخير، فاللهم ارحمه برحمتك الواسعة وأدخله فسيح جناتك، إنك سميع مجيب. المسلمين في هذا الإمام، نسأل الله يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يصلح خلفه ويجعله مباركا موفقا، وأن يصلح جميع الأسرة المالكة وجميع الأقارب وجميع المسلمين، وأن يعوض الجميع صلاح القلوب وصلاح الأعمال وجمع الكلمة على الحق. ونسأل الله أن يوفق خلفه للعون والتوفيق والهداية والسداد، وأن يجعله هاديا مهديا. والحمد لله الذي وفق الأسرة جميعا لبيعة أخيه الأخ فهد ملكا على هذه البلاد، وبيعة أخيه هيثم عبد الله وليا للعهد. فالحمد لله على هذا التوفيق، ونسأل الله أن يوفق جلالة الملك فهد لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد، وأن يصلح قلبه وعمله، وأن يصلح بطالته، وأن يكثر أعوانه بالخير، وأن يصلح أيضا عونه ونائبه الأمير عبد الله، وأن يوفقه لما فيه رضاه، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يصلح قلوب الجميع وأعمال الجميع. بالحقيقة إن الموت حق، كل نفس ميتة كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والملك خالد رحمه الله معروف بحمد الله بحسن السيرة والاستقامة، ونسأل الله يتغمده بالرحمة وأن يضاعف حسناته، وأن يرفع درجاته للمهديين، وأن يصلح ذريته وقرابته، وأن يعوضهم الصبر والاحتساب وصلاح القلوب وصلاح الأعمال، وأن يجبر مصيبة الجميع. نسأل الله يجبر مصيبة الجميع، نسأل الله يجبر مصيبة الجميع في مليكهم وإمامهم، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، وفي هذه اللحظة يدخل خالد بن عبد العزيز محمولا على الأعناق إلى المسجد الجامع الكبير بالرياض. قلوب أبنائه وإخوانه تتفطر
ولوعة وأسا على فراقه. وداعا يا خالد، وداعا إلى جنة الخلد إن شاء الله. وداعا يا خالد، ولقد كنت فينا القائد الملهم، وكنت فينا الأب الرحيم. وداعا يا خالد، أودعك اليوم بقلوب تبطر أسا ولوعة، وضارعة إلى الله جلت قدرته أن يدخلك فسيح جناته، أن يرحمك برحمته الواسعة، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. أدخل خالد بن عبد العزيز محمولا على العناق في نعشه لتقام عليه صلاة الجنازة، وصار من خلفه إخوانه الأحباء، إخوانه الذين منحهم حبه وعطفه، إخوانه الذين أحبوه بكل قوة، إخوانه الذين كانوا عونا له بعد الله عز وجل لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. صلاة العصر، ومن ثم تؤدى صلاة الجنازة على جلالة المغفور له. قال خلاص أتم الصفوف وكملوا الصفوف وسدوا الفرج. الله أكبر.
حميده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اظهر انتم لا تجد ولا يعني اعطوني يعني اعطوني طالب شوي شو مرة الإمام إن شاء الله مرة الإمام دراسة مرة الإمام سأقولكم مرة الإمام الله أكبر يوم الدين إياك نعبد الله أكبر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على الله أكبر اللهم اغفر لحينا وصغيرنا وكبيرنا ونبينا اللهم نهيته من أهوائنا ونقيه من الخطايا السلام عليكم ورحمة الله. الله يغفر الله يعمل هكذا أيها الإخوة أقيمت صلاة الجنازة على روح خالد بن عبد العزيز، وقبلها أدى المسلمون جماعة صلاة العصر، وأمهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان قد وجه الدعاء إلى المولى القدير سبحانه وتعالى، وردده من بعده جموع المصلين العصر، وأمهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان قد وجه الدعاء إلى المولى القدير سبحانه وتعالى، وردده من بعده جموع المصلين، بأن يسبغ الله سبحانه وتعالى رحمته الواسعة على خالد بن عبد العزيز، وأن يسكنه جنات الفردوس لما قدم وعمل لأبناء وطنه وأمته. ويحمل جثمان خالد
الأخير بمدينة الرياض إلى حيث يوارى جثمانه الطيب التراب في مثواه الأخير. هؤلاء الأشقاء الأحباء الذين جاءوا ليشاركون العزاء في خالد بن عبد العزيز، هؤلاء الأخوة الأشقاء الذين كانوا يكنون كل الحب لخالد بن عبد العزيز، ها هم قد جاءوا ليودعوا خالد الوداع الأخير. هؤلاء الإخوة الأشقاء الذين يشاركوننا العزاء في فقيدنا الغالي خالد بن عبد العزيز، إنما يعبرون عن حبهم الكبير وعن وفائهم العظيم. فنحن كلنا أيها الإخوة نشعر بمشاعر واحدة، نحس بأحاسيس واحدة، نلتقي دائما على السراء والضراء. فاللهم اجعل أيامنا من بعدك يا خالد أيام عطاء كما كانت دائما في عهدك. اللهم اجعل أيامنا المقبلة أيام يمن وخير، الخير الذي كنت تنشده لأبناء وطنك وأمتك. اللهم إنا نضرع إليك مخلصين أن ترحم عبدك المؤمن الصادق خالد بن عبد العزيز، وأن تنزله جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان، اللهم كن خير معين لنا في التجمل بالصبر على هذا المصاب الذي رضينا به، لأنه حق ورد في كتابك العزيز يا رب العالمين في أن الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أنر لنا طريق العمل الصالح المثمر الذي كان يسير عليه خالد بن عبد العزيز. اللهم أعنا وسدد خطانا على طريق الحق والخير والفلاح. اللهم أعن إخوة خالد من بعده على تحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم. اللهم أعنا جميعا من خلفهم لنؤدي دورنا بخدمة وطننا وأمتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهي النافعة في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة، بالقلوب المحبة الوفية التي احتضنت خالد في حياته، بهذه القلوب وبهذه المشاعر ودع خالد بن عبد العزيز إلى مثواه الأخير، وبهذه الدعوات المخلصة الصادقة التي تصعد اليوم إلى رب العزة والجلال، إلى رب العرش العظيم، أن يكون خالد بن عبد العزيز من المقربين، وأن ينزله رب العالمين مكانا لائقا طيبا في جنات النعيم، جزاء ما قدم وعمل
لوطنه ولأمة العرب والمسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المواطنون، من هذا المكان الطاهر المقدس، من مسجد الجامع الكبير في مدينة الرياض، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أيها الأخوة المواطنون العربة التي تقل جثمان الملك الراحل خالد بن عبد العزيز رحمه الله، ويلتف من حولها الشعب كما التف من قبل وإلى أبد الآبدين، يلتفون حول قيادة هذه الأمة ممثلة في زعمائنا وفي ملكنا المفدى فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين عبد الله بن عبد العزيز. كلنا خالد، كلنا فهد، كلنا عبد الله. هذه صور متلاحقة، صور رائعة من صور التلاحم بين القيادة والشعب، وهذه صور ليست بغريبة على أبناء هذا الوطن الحبيب. القمة والقاعدة تلتحم أيها الأخوة المواطنون في أواصر قوية ومتينة على أرض صلبة، الكل يد واحدة في السراء والضراء، في المنشط والمكره، صابرون حامدون لله عز وجل، مسلمين وراضين بقضائه وقدره. Gracias.